أهلا بكم. تقييم منتخب الكرة بعدد الألقاب والبطولات هي محاولة تحويل كرة القدم إلى كرة التنس. المنتخب القادر على تقديم المنتج النادر الفذ الممتع المنتخب العراقي الشقيق ملك الماتشات الكبيرة، مصممين يقلبوا الجيم لمشهد استعراضي متكامل، بيلعبوا كرة قدم دون أي قوانين على الإطلاق، بيقدموا كرة شوارع أصيلة، ممتعين جدا فرديا وممتعين جدا جماعيا كمان. الترجمة الحرفية والهيمنة المطلقة والسيطرة الشاملة على كل شبر في الملعب. شابوه أبناء المدرب الأسباني خيسوس كاساس، شابوه لأبناء العراق، شابوه لأبناء عدنان درجال. صحيح خسرتوا نقطتين ولكن كسبتوا حب واحترام الجميع. عموما كل تدهور أو ركود أو حتى ثبات وراه خوف. الخوف ده عبارة عن سرطان بينتهك تفكيرك وبيشل حركيتك وبيخليك دايما محلك سر. منتخب الكويت سبحان الله، رغم الحرب الاستفزازية القذرة والضغوط النفسية قبل الماتش، وقرروا ان هم يسحبوا ابناء ومنتخب العراق خارج المستطيل، لم يتوقفوا على الاطلاق واستمروا حتى بعد صافرة الحكم. سبحان الله، شيء في منتهى الغرابة والله العظيم. نتكلم كرويا. في الدقيقة 5 روبين سولاقة، اولا 2 من العراق متواجدين أثناء الكرة مش في مواجهة المرمى على الإطلاق، الكرة مش في مواجهة المرمى ولا في مواجهة جلال حسن نهائيا، الكرة متطرفة. لاعب الكويت مش مستحوذ على الكرة بنسبة 100%، مش تحت الحيازة نهائيا، ورغم ذلك لاعب العراق روبين سولاقة لم يلمسه على الإطلاق. لاعب الكويت اتكعبل في الأرض ولمس رقبة روبين سولاقة وسبحان الله سقط أرضا كأنه اتضرب بعيار، ما قامش تاني، ما فيش تاني، مش هقوم إلا بالكارت الأحمر للحكم الياباني وحكم الفار. حاجة في منتهى الغرابة والله العظيم. ده ما تتحسبش في دورة رمضانية، والله ما تتحسب في دورة رمضانية نهائيا. عموما هل يكتفي هذا الحكم الساذج بهذا؟ لا طبعا. ازاي يا عم، ازاي تمشي لحد كده؟ لا ده لسه جاي كتير. الدقيقة 20 ابراهيم بايش اوفر. لا لاعب الكويت مش عاجبني الاوفر، لازما انام على الارض واحضن الكوره بايديا، كده مش هتتحسب بنالتي نهائيا. لو ليا كانت اتحسبت بنالتيين مش بنالتي واحد. في منتهى الغرابه. تقول لي القانون بينص على ايه؟ اقول لك لو انت واقف على رجليك والكره خبطت في رجليك وارتدت في ايديك لم تحتسب على الاطلاق، انما نايم على الارض وحاضن الكره بايديك سبحان الله بنالتي صحيح في الدقيقة 20 لمنتخب العراق. كارت أحمر في الدقيقة 5 غير صحيح سبحان الله، غير مستحق على الإطلاق. حاجة في منتهى الغرابة. تخيل عزيزي وصديقي المشاهد، منتخب بيلعب على أرضه ووسط جمهوره ومتعادل الماتش الأول وفي احتياجه ل3 نقاط، وراشي الحكم سبحان الله كارثة تحكيمية كبيرة واتطرد واحد من العراق. استحواذ الماتش للمنتخب العراقي، أداء محترم من الأشقاء في العراق. تخيل أخطر هجمة في الماتش الدقيقة 67 تحديدا، الكرة الطولية اللي استلمها بايش انفراد مواجه للمرمى سبحان الله لولا مضايقة لاعب الكويت. في الدقيقة 87 عدى علي جاسم لاعب كومو الإيطالي وتصويبة صدها حارس الكويت باقتدار، كانت رايحة في 90 وغيرها كتير، ولكن دول أخطر كورتين في الماتش تحديدا لكل المنتخبين. من وجهة نظر الشخصية المنتخب العراقي رغم الطرد كان مستحوذ على الجيم، كان هو اللي ليه الأفضلية، كان ليه السيادة داخل المستطيل. منتخب محترم بكل معاني الكلمة. لو بيلعبوا بنزاهة تحكيمية من أول الجيم وداخل المستطيل، لو استاد جابر الحمد اتملى 120 ألف متفرج مش 55 ولا 60 ألف، كان المنتخب العراقي يتفوق باقتدار. ولكن من وجهة نظر الشخصية مليون مبروك يا شباب، اكتسبتوا حب واحترام الجميع. شابوه لشعب العراق، شابوه لمنتخب العراق. الكرة الكويتية في ظل هذا السوء والتدني وفي ظل هذه القرارات الفاسدة من وجهة نظر الشخصية وفي ظل هذه الضغوط النفسية على الخصم والحروب الاستفزازية لن تتقدم نهائيا دون أدنى شك.
عموما ان شاء الله بمشيئة الرحمن هيبقى في حلقة تكتيك كامل عن الماتش والاستحواذ وبناء اللعب وطرق كساس مدرب محترم وقدير من وجهة نظر الشخصية ان شاء الله بمشيئة الرحمن. لو عجبتك الحلقة ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. اعمل لكم حلقة ضرب نار من العيار الثقيل تحديديا تكتيكيا وفنيا في الماتش وانهيار منتخب الكويت طول ال90 موجب ال13 دقيقة من وجهة نظر الشخصية. منتخب لو هو منقوص العدد مثل العراق كان شال 5 مرتاح. منتخب رغم النقص العددي وهو مش واقف على حيله في الماتش. والله العظيم حرفيا المنتخب العراقي يستحق التحية والتقدير، والمنتخب العراقي من هنا أقولها وبأعلى صوت في كأس العالم أمريكا المكسيك كندا رغم أنف الحاقدين. دمتم في أمان الله.